السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتك إذا كانت دي أول مرة بتشاهدني أو بتشاهد القناة، يا ريت حضرتك من فضلك تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ومن فضل حضرتك فضلا وليس أمرا تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل المشتركين. على بركة الله نبدأ. أهلا. الفيديو ده في مفاجأة كبيرة جدا جدا جدا. معانا كده خبر سريع، وهو اتفاق شركة برزنتيشن مع مجلس أبو ظبي الرياضي على تنظيم بطولة السوبر العام القادم بنظام 4 فرق، يعني بطل الدوري ووصيفه وبطل الكاس ووصيفه. هنا نادي الزمالك طبعا بعد لو في القرار ده او الاتفاق ده تم يعني اعتماده، يبقى نادي الزمالك بيندم. وهنرجع نقول للست على رأي الست ام كلثوم لما قالت وتويت في ايه يا ندم. أهلا. أهلا. لان الزمالك طبقا للوائح يحرم اذا اعتبر معتذرا، وانا ما اعرفش انا ايه الاعتذار وايه الانسحاب لانه واحد، ولكن لو اعتبرناه معتذرا فانه يحرم العام القادم من الاشتراك في الكأس، حتى لو حصل على بطولة الدوري او الكأس ياخدوا الوصيف بتاعه مباشرة. نيجي بقى على قناة النادي الاهلي، وانا ناشر الفيديو ده على فكرة بس مطول شوية على قناتي الاساسية، واللينك في قلب الوصف اللي عايز يشرفني، ويا ريت تشتركوا معايا في القناة الاساسية. عدل القائي في 4 دقايق، اطول 4 دقايق في تاريخ او على تاريخ اي منافس ينافس النادي الاهلي. انا مش عايز احرق الفيديو، ولكن عايزكم تسمعوه للاخر. عايزكم حضراتكم تشيروا الفيديو ده، بس قبل ما تشيروه ما تنسونيش لايك وشير، ومن فضل حضرتك اللي مشاركش بالقناه يشترك بالقناه، ويا ريت حضرتك تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتشترك بقناتنا الاساسيه الرسميه اللينك بتاعها في صندوق الوصف. وحضرتك ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل المشتركين. يلا نتفرج على ساعة لنادي الاهلي العجوز. مين؟ يا بختهم اللي ما بيشجعوش الاهلي. اللي ما بيشجعوش الاهلي يا بختهم؟ يا بختهم. الله الله الله. ليه بقى؟ لانهم اقول لك حاجه، الاهلي ما عندوش طرف انه يخسر بطوله، فعايش على اعصابه، بمجرد ما يخسر بطوله مش عارف يستمتع بكل ما حققه. يحاسب على ما يفقده، مطالب بالاحتكار وفي كل الالعاب. غيرنا بيفرح ما يتبقى من الاهلي يتنافس عليه الآخرون عشان يفرح ويعملها بطولات استثنائية. البطولة الأعز لدى المنافس هي تلك التي يفوز بها، وتكون الوحيدة، أو تكون في لعبة وحيدة، أو تكون في ظرف غريب واستثنائي كله دهاليز، واخد بالك؟ ولكن ما أن يفوز، يا عيني يا عيني يا صلاة النبي، أيوة كده، وتشعر أن أنت خسرت الجلد والصقر. يا بختهم لان عندهم اكتر من بديل. الاهلي لا يستطيع ان يفرح الا باداء الاهلي وبتشجيع الاهلي. اما منافسه فهو ينتقل من تشجيعه لفريقه ثم الى اي فريق يلاعب النادي الاهلي. يتصادف ان احد الفرق من عشرات الفرق سواء المحليه او الاجنبيه يفوز على الاهلي حتى لو كان ريال مدريد عشان يحفل عليك. تصور يا خيبتك يا اللي بتخسر من ريال مدريد. يا بختهم لانه يستطيع وبكل نفس مطمئنه وهدوء واريحيه يقول لك يا ابو 5 وهو خسران منك 5 السنه دي، بس لا جاب فيك 3 اجوان. يا بختهم لانه عندما تفوز ببطوله يقول لك بس نكدت عليك
بهدف شيكابالا اللي نكد عليهم وطفى فرحتهم اللي عاملين نفسهم كسبوا بالبطوله. يا بختهم اللي يستطيعوا انهم يحولوا الانظار عن احداث المباراه ليحتفلوا بلحظه لم ينفردوا بيها في المباراه، فيجي يقول لك ايه؟ لولا كوره زيزو في ماتش القرن كان الزمالك كسب. ده انت قبليها بدقيقه ما تجيب لي كده. يا ريت تجيبوا لنا كوره حسين الشحات وكوره زيزو في نفس المباراه. حسين الشحات والمرمى فاضي ومن 6 يارد الكوره بتتحط في العارضه. نسيوها واعتبروا اللي بعديها بنص ساعه اللي متشاطه من بره ال 18 بتلف للخارج فخبطت في العارضه ان هي دي الفرصه اللي غيرت المباراه. يا بختهم لما يجي يقول لك لولا الكوره بتاعه اطهر اللي ضاعت كان الاهلي خرج، وده حقيقي. بس كمان لو الكورتين جم لولا الكوره بتاعت هاني اللي ضاعت وامام نفس الفريق سان داونز ما كانش الاهلي يحتاج لكره الاطهر. طب لو كورتين جم كان الاهلي بقى في المركز الاول. تخيل لو ضربتين الجزاء دول دخلوا في سان داونز كان خسر 4 بونت، كان الاهلي بقى الاول في المجموعه. فيقول لك ده حظ الاهلي. تخيل يستطيعوا بهذه الآلة الإعلامية الجبارة أن ينسوك الحقيقة ونبلع الطعم وجمهورنا يبلع الطعم ويساير. يا بختهم لأنهم يعملوا من لحظات الأزمات انتصارات. عندهم رئيس عبقري بجد. أنا أحيي الأستاذ مرتضى، يستطيع أن يخلق من كل أزمة تبلعها وتنساها، من كل موقف أزمة تبلعها. ذكاء. واخيرا حضرتك اذا كنت وصلت معايا وشاهدت معايا الفيديو لحد دلوقتي لحد اللحظه دي انا بشكر حضرتك جدا، وبفكر حضرتك ما تنساش اذا ما كنتش اشتركت بالقناه تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لكل المشتركين، وفضلا وليس امرا تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل المشتركين. وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.